السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم وصفة مشوك رواية اللي يجي بزاف خفيف وبنين. نحتاج 3 كيلات لوز مرحي. هنا عندي حوالي 390 غرام لوز، كيلة سكر ناقصة شوية، اندوا هكذاك، يعني من 100 حتى 110 غرام سكر، وحوالي 3 حبات بيض، رشة ملح ومغرفة صغيرة لافاني. وللحشو نحتاج نوازات محمص وشوكولا تارتيني. انا راح نستعمل اوبتيلا. نبداو نحضروا الحلوى تاعنا. نحط اللوز بعد ما جوزته في الباسوار ونضيف له السكر عادي. السكر لازم نرحيوه من قبل باش يذوب ويندمج بسهوله مع اللوز، ونخلطهم مع بعض مليح. بعدها نضيف رشه ملح ومغرفه صغيره فاني ونخلط، ونبدا نضيف في البيض غير بالحبه ونشوف شحال يديلي. هنا ضفت بيضه وحده وبديت نجمع في العجينه نتاعي. راح نضرب البيضه الزوجه ونبدا نضيفها للعجينه غير بالعقل حتى تتلم العجينة بهذا الشكل. كمية اللوز هذه دات لي حوالي 2 حبات بيض تقريبا. هنا بعد ما لميت العجينة نشكل كرات بوزن 30 غرام، نفتحها بهذا الشكل، نحط فيها مغرفة صغيرة من شوكولا تارتيني وحبة نوازات، ونعاود نغلقها، نفوتها في بياض البيض ونرمدها في اللوز مرحي خشين. اللوز يكون بالقشور تاعو، ونحطها في كيسات النيميرو رقم 8 بهذا الشكل. نجيب حبات تاع بيستاش نغمسهم في بياض البيض ونلصقهم في حبة الحلوى بهذا الشكل، وهكذا حتى نكمل كامل الحلوى اللي عندي. بعد ما نكمل ندخلها للفرن مدة 10 دقائق حتى لربع ساعة على درجة حرارة 180. نروح درك نحضر عسل مخفف باش نعسل الحلوى. نخلط نص كاس سكر مع 100 مليلتر ماء ونحطهم فوق النار يغليو لمدة 10 دقائق ونطفي عليهم. هنا بعد ما جازت 10 دقائق نضيف لهم 250 غرام عسل ونخلطهم مع بعض. بعد ما طابت الحلوى خرجتها ونعسلها مباشرة. نعسلها في الكيسات اللي طيبتهم فيها بهذه الطريقة. وبعد ما نعسل كامل الحلوى اللي عندي نبدل لها الكيسات ونزينها بالورد. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى تاعنا. تجي بزاف خفيفة وهذا المشوك يجي بنين فريمون. نقسم لكم حبة شوفوا كيفاش تجي من الداخل. هذا المشوك يجي بزاف بنين والشكل تاعو شباب الله الله. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، حبيت نشاركها معكم. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم سالمين.